قانون الجاذبية لأي بنت وأي ست لأي راجل 3 حاجات لو استخدمتيهم تبقي دخلتي من أوسع الأبواب، وهيتمسك بيكي وهيحبك وهيعشقك عشق كده مجنون. ليلى والله اسمعي بس ال3 صفات اللي لازم يتواجدوا فيكي. مفيش راجل هيقولك ان ده مش الباب بتاعي ولا مدخلي، لا يمكن، لا يمكن. ايه هما ال3 صفات اللي الراجل او الشاب هيتمسك بالبنت او الست لو اتوجدوا فيها؟ الرقة والحياء والدلع. حياء المرأة للبنت والست هو كل جمالها وليس جرأتها. البنات اللي بتخبط الشاب على كتفه وتعمل له كده وتقرصه وتحط ايديها على خده وتقرصه، هو هيهزر معاكي بس مع عمرك ما هتخشي قلبه، لان الانوثه سقطت منك. هو هيعاملك كواحد صاحبه، تيك اواي. عارفه التيك اواي؟ انتي بالنسبه له التيك اواي، واحد صاحبه. لازم البنت او السيده خارج النطاق الشرعي لما تيجي تبص الراجل ما تبصش في عينه ابدا. من حياء المرأة انها لما تيجي تتعامل مع راجل ما تبقاش تبص في عينه، رغم ان بيقولوا ان من علامات الثقة في النفس لما تيجي تكلم راجل تبص في عينه. انا بعتبرها نوع من البجاحة، نوع من البجاحة. الثقة بالنفس يا جماعة مختلفة خالص. انا الرجل او الشاب يعرف الست دي عندها ثقة في نفسها ازاي، مش ان انا ابقى جريئة معاه واخبط على كتفه وابص في عينه واكلمه في كلام فج يقول ده بنت واثقة في نفسها وبنت بقى ايه، ده هيقول عليكي بنت ملففاها. ولكن الثقة بالنفس انك تعرفي تحاوريه، يتكلم في الثقافة تجاريه، يتكلم في الصحة يلاقي عندك معلومات، يتكلم في السياسة يلاقي عندك خلفية، حتى لو انت ميحة خالص بس عندك اسلوب تعرفي توصلي له ان انت ذكية وانت ما تكونيش قارية، يعني ممكن تكوني مش فاهمة بس تعرفي تحاوري معاه وتكلميه. ان لما يتجاوز تعرفي تقولي ستوب، مينفعش اللي انت بتقوله لي ده. ان دايما مشيتك وقعدتك يبقى فيها الثقة في النفس، وليس انك انت تخبطيه وتهزري معاه كراجل قصاد راجل، تلمسي جسمه، تخبطيه على ايده، تخبطيه على رجله. ممنوع لمس الرجال او الشباب، ممنوع. والله العظيم محتوايا هيقول الصح. انت بتسكتي انوثتك جواه، جواه. مفيش اي راجل هيقولك ال3 صفات دول مش طريق مدخلي، لا يمكن، لان دول هما المطلوبين في اي بنت او ست على الارض، وما يجب ان تكون عليه النساء. لازم الراجل يسمع. في نساء جمال جدا اول ما تفتح بقها شراشيح، شراشيح، وفاكر ان ده نوع من الجرأة، بتسكت انوثتها، لان الانوثة صفة، الانوثة صفة داخلية وليس شكل. يعني ممكن في راجل يجي يلبس فستان ويحط احمر يبقى امور. في رجالة دلوقتي بتتحول في رجالة بتتحول، والله العظيم الرجال المتحولين دول بيبقى عندهم انوثة اكتر من الست اللي ربنا خليها ست. تخيلوا، لان هو عارف الطريقة، لانه كان راجل بصفات راجل، عارف الطريقة اللي تجذب الراجل، الانوثة والرقة والدلع مع الحياء والاحترام. يعني انا شخصيتي كده، لكن مش معناها ان انا اديك فرصة تتجاوز معايا، هناك فرق شاسع. انا ممكن صوتي يبقى زي الراجل كده واخلي 100 راجل يتجاوز معايا. اصل ان المعلومة واصلة تمام، عشان في ناس كده عقلها بيفكر في حتة تانية. تمام. ربنا يصلح حالكم
وحل البنوتات، والحقيقة ده صفة جميلة للنساء، يا رب كلنا نتصف بيها. وشكرا جزيلا لمن يسمع الفيديو للآخر، شكرا جزيلا.